تصوري؟ كسبت الستراس دي. مش عارفه، مش مرتاحه يا جماعه. ما انتوا مرتاحين في الزاويه دي ولا ايه؟ بصوا، 1 2 يا جماعه. الوضع شائك. هو ايه ده؟ هو ايه اللي انا امتحنته النهارده ده؟ استنوا بس ما اقعد مفروضه. امتحنت النهارده يا جماعه. النهارده يوم 23/7، يوم الاربعاء. موعدنا مع كل اربع بنمتحن فيه، كل اربع الساعه 10 بنمتحن. إيه لا متضايقه بصراحه، مش متضايقه قوي يعني، بس خلاص يعني رضيت. اصل انا امبارح خلاص، امبارح نتيجه الثانويه العامه طلعت. الف مبروك لكل الثانويه العامه. خلاص يعني مش اخر الدنيا يا جماعه. اللي جاب مجموعه فرحان بيه الف مبروك، واللي جاب مجموعه حاسس ان هو مصدوم فيه مش اخر الدنيا بجد، وربنا بيعوض. المهم، فانا بيني وبينكم امبارح ما كنتش قادره اذاكر. انا حاسه ان هنا الشكل مش حلو كده. احلى صح. امتحنت النهارده كارديو وتشيست، اللي هو القلب والصدر. انا مش من التوب فانز بتوع القلب خالص. من سنه اولى اول محاوله مع موديول الكارديو جبت فيه جيد، ودي الجيد الوحيده في تاريخي ان انا دايما بجيب جيد جدا. بس السنه دي بقى قلت اديله فرصه تانية. للاسف خذلته وخذلني، ففي الاند الصراحه ما توفقناش. ما ذاكرتش قوي، ما كنتش فاهمه الكلام. لقيت امبارح بقى ان انا المفروض كنت ابقى فاهمه الكلام. يلا الحمد لله. هو انا حليت. وبعدين ايه ده يا جماعه؟ هم مقسم لنا بدل ما يحطوا لنا 110 سؤال في نفس الورقه، جايبين ورقه 64 سؤال ورقه 65 سؤال. المهم، قدر الله ما شاء فعل. انا مش متضايقه لان انا امبارح حسيت اللي هو خلاص مفيش حاجه تانية اعملها. انا ذاكرت، بس انا مش فاهمه الكلام. خلاص بقى، خلاص. بس انا كل اللي مضايقني ان انا بجد الامتحانين اللي فاتوا كنت حاسه ان انا عملت فيهم حلو. يعني كنت حاسه ان انا اديت حلو، اللي هو في احتمال مثلا الترم ده جه امتياز، احتمال. فلما بصراحه حسيت ان انا خلاص في قدامي فرصه امتحن، بس مش هقدر اجيب فيها درجه حلوه. ده اللي ضايقني. بس الحمد لله، يا رب انجح فيه. بجد والله العظيم كان صعب يا جماعه، محدش يبص لي كده، اقسم بالله كان امتحان صعب جدا. مساء الخير. يا جماعه انا لسه ما لميتش هدومي، معلش. انا جيت من بره رميت الهدوم بقى وخلاص. محدش يحكم عليا والله العظيم، مش قادره بجد. انا مش بحب اشتكي، فانا مش لما بتكلم مش بشتكي، ماشي؟ انا بتكلم عشان بشارك معاكم. عشان يا جماعه انتوا بجد حلوين قوي، بجد انتوا ناس جميله قوي بجد. اي حد بيبعت لي واي حد بيكتب لي، معرفش يا جماعه، انا بحب الناس بجد، بحب الناس الطيبه الكويسه دي، بحبهم بقى خلاص يعني، بيبقوا صحابي يعني بجد. ما بنساش حد يعني. الناس بتعلق معايا قوي بشكل مش هقول مرضي، بس الناس بتعلق معايا قوي. ملخص الكلام ان انا جاي اشارك معاكم شويه حاجات حساها. غالبا مش هيبقى في حد حاسس بيها بالظبط، لان هي حاجه ريليتد بالكليه، فاكيد مش كلنا هنبقى حاسين بنفس الحاجه، بس حاسه ان الكونسبت واحد. بصراحه زعلانه ومش هخبي ده، انا فعلا زعلانه. لما قعدت افكر مع نفسي كده، قعدت اقول طب ما كنت ذاكرتي شويه، طب ما كنت حاولتي فيه شويه. وفي نفس الوقت يعني في انا بكلم انا وانا بنتكلم، يعني فجاه واحده تقول لي طب ما كنت ذاكرتي شويه، يعني كنت سمعتي اي حد ولميتي الكلمتين دول. والتانية تقول لي خلاص بقى انت كده كده الكارديو ده اصلا انت مش بتفهميه وحاولتي فيه ومش عارفه، فخلاص زعلانه ليه؟ فانا دلوقتي مش عارفه والله ازعل ولا لا. انا من جوايا زعلانه علشان انا بس عملت حلو في الامتحانين اللي فاتوا نوعا ما، فكنت حابه اكمل على نفس الحاجه. ما كانش حاجه تتعمل على فكره زياده،
على فكرة يعني كان معايا الوقت، انا اللي ما عملتش حلو، خلاص بقى، يعني انا كان في ايدي اعمل وما عملتش صح. خلاص بقى، هو الموضوع مش بايدي، يعني انا فعلا واحدة خلاص خلاص بجد يا جماعة مش بفهم الكارديو والله. انا متعجبة والله بجد، اي حد دكتور قلب ولا دكتور في الكل، يعني انت بجد عبقري. مات شاي بلبن يا جماعة، خلاص خلاص، حاسة لا، حاسة اتشائمت كتير. فكي خلاص، هو ملخص دلوقتي ان انا زعلانة، وفي نفس الوقت خلاص ما كانش في ايدي حاجة تتعمل، فانا المفروض ما بقاش زعلانة، خلاص بقى، يعني المفروض ارضى خلاص، يعني الحمد لله خلاص، عملت اللي عليا وذاكرت وامتحنت خلاص. اصلا بشتكي بعد الامتحان؟ هو انا عبيطة؟ هو انا يعني هرجع الوقت ما مشكلة، حتى لو رجعت الوقت هذاكر نفس المذاكرة. محدش فاهم انا بكره الكارديو ده قد ايه، بجد بجد والله محدش فاهم بصراحة. بقيت حاسة ان انا ايام الامتحانات بجري قوي، يعني حاسة ان انا متسربعة، عشان كده مش بصور، يعني بجد بصحى بلبس بنزل اجري وبروح على طول، بطلع على اللجنة ما بلحقش حتى، فحاسة مش عارفة ليه مش عارفة اصور كتير الصراحة. بس خلاص يا جماعة، عشان انا سرحت دلوقتي، فاتمنى تسيبوني اقعد اشرب الشاي بلبن بتاعي واتفرج وبس. اشوفكوا اشوفكوا بقى وقت ما اشوفكوا. تفتكروا هل خايفة من امتحان الجلدية؟ احنا الجلدية عملنا فيها حلو يعني في الاند، فان شاء الله، بس الجلدية بتيجي صعبة، كله بيقول هذه الجملة. هل انا هقع ضحية، اسمها ايه، هقع في فخ هذه الجملة؟ اكيد لا طبعا. انا خلاص، انا من دلوقتي انا متفائلة، خلاص يا جماعة انسوا. انا بس الامتحان اللي فات انا فعلا، استغفر الله العظيم يا رب، انا كنت داخلة الامتحان وانا عارفة ان انا خلاص، انا عارفة ان هو مش حلو، خلاص، هو طالما الوحيد خلاص اتشائم، خلاص قفلت. نطلع برا. You guys كتير محمسة لنشوفكن بسيزون 2. مساء الخير. النهاردة 28/7، الامتحان بعد بكرة يوم الأربعاء. لسه بادئة امبارح عشان بصراحة ما كانش ليا نفس ان انا اذاكر، بجد اخر مادة دي مش عارفة ازاي بتتذاكر، يعني الموضوع صعب صعب. حاسة زهقت يا جماعة، زهقت، حاسة ان انا مرهقة قوي، بقالي شهر بذاكر كتير فعلا، حاسة تعبت دلوقتي الصراحة. خلصت النهاردة حبة وخلصت امبارح، فاضلي حبة، يعني فاضلي مثلا، معدتش الصراحة، بس يعني مش كتير، فهكمل مذاكرة. يا جماعة زهقانة والله العظيم، زهقانة يا ربي، زهقانة، زهقت قوي والله، اخر مرة بقى هذاكر القرف ده. بس كده، اشوفكوا يوم الاربعاء على خير، زهقانة قوي. يلا، باي باي. مساء الخير. دي اسهر سهرة سهرتها من يوم ما دخلت الكلية قبل امتحان، الساعة دلوقتي 4 وشوية الصراحة، مش جايلي نوم من كتر ما انا بصراحة عندي مشاعر كتير قوي مش حلوة، فانا مش عارفة انام، يعني قعدت اعيط نص ساعة، فحسيت بعد ما خلصت عياط ان انا نمت، مش عارفة حد فهمني ولا لا، انا حسيت ان انا نمت وصحيت، فحاسة ان انا فايقة، فاهمين قصدي؟ فهيتم المراجعة دلوقتي، يا رب الامتحان بكرة يبقى حلو، يا رب يا رب يا رب يا رب، امين يا رب، الامتحان بكرة يجي حلو، نفسي كده يبقى ختامها مسك. صباح اخر يوم امتحان سنة رابعة. يا جماعة الناس اللي بتشوفني من ايام ما انا كنت في بطنة وجراحة، اكيد عارفين ان انا
انا كده بقالي تقريبا سنة ونص ما خدش اجازات خالص غير اجازة نص السنة معاكم اللي هما كانوا اسبوعين شهر 2 اللي فات ده. بعد كده ما خدش اي اجازات نهائي غير اجازات بقى العيد والحاجات دي. فالنهارده المفروض خلاص اليوم تحليل العابين، اليوم اللي هناخد فيه اجازة. بقول يا رب انبسط علشان انا بقالي كام يوم كده، بقالي كام يوم بصراحة حاسة ان انا مش متظبطة. حاسة انا حاسة في لما تحسوا هي دي موجة الاكتئاب، ماشي اركني على جنب وتعالي. فانا هناك بقى، فبصراحة خايفة لان انا كان نفسي ابص النهاردة وانا مش عارفة ابص. بيني وبينكم انا مش عارفة احط كحل ولا لا، مش هحط في ليه، عشان انا لما بحط كحل مش بشوف حاجة، والنهاردة محتاجة اشوف، انا محتاجة اشوف بجد. محتاجة ان انا اعرف اجاوب. فايتني الدراما اللي بتحصل على تيك توك، مستنية اخلص عشان اقعد بقى ادرس الفيديوهات. انا عارفة ان الدراما يعتبر خلصت، مش هينفع اقول لي هنا، بس صاحبة الدراما مبقتش موجودة يعني. استنى بس. احب اقول برضه مبروك يا جماعة لأي حد هيجي عندنا السنة دي، هتنورونا. ومبروك للي مش هيجي برضه يا جماعة، بجد مفكروش حاجة، ممكن متزعلوش عادي، بجد بجد حابب الموضوع يبقى عادي عشان يا عالم يمكن بعد الشر لو جيتوا، بعد الشر كان يجرالكوا حاجة ومسيرتكم المهنية تقف. صح. لسه بدأت انبسط شوية، بس من كتر انبساطي حاسة ان انا ناسية حاجة مهمة، مع اني خدت القلم مكنتش ناسية حاجة. الفيديو بتاع السنة الرباعية معايا ناس جديدة، معايا ناس جديدة. قولي لنا ايه احساسك وانت خلصتي سنة رابعة؟ والله زي ما يكون احس فرحي كده، يعني كأن النهارده يوم فرحي بجد. وانت يا شمس فرحانة. خلصتي كده؟ باين عليك. ايوه الحر نورت. سمسم احساسك ايه وانت خلصتي؟ مبسوطة. هاي جماعة، صباح الخير. أنا وشي منفخ وأنا لسه صاحية من النوم، بس
كنت مقررة ان انا اتكلم معاكم. حسيت ان انا لو فضلت اجل مش هعمل حاجة. طبعا انا خلصت امتحانات من يوم 30/7، من يوم الاربعاء، معرفش الكام اللي قبل اللي فات. الحمد لله. بس المدة دي كلها كنت بفكر انزل الفيديو ده اصلا ولا لا. الحمد لله سنة رابعة خلصت، الحمد لله اخيرا. انا مش عارفة النور ضارب في وشي قوي ولا عادي. استنوا كده. ماشي. احنا في طب اسكندرية مفيش اجازة ما بين تالتة ورابعة، فاحنا يعتبر شغالين من شهر 9 2023 لحد شهر 7 2025. عرفت من الستوريز بتوع صحابي مع الموضوع ده ما كانش في دماغي بصراحة. من اول يوم في الترم ومن اول يوم في الجلدية لما قلتلكوا ان انا حاسة ان انا بجري، انا لسه حاسة ان انا بجري. معرفش يا جماعة، حاسة ان انا ما بقيتش نفس الانسانة بصراحة اللي قبل السنتين دول او السنة ونص دول. دايما حاسة ان في حاجة ورايا، حاسة ان انا المفروض اعمل كل حاجة بسرعة بسرعة واجري. اوقات كتير الصراحة بحب ان انا اختفي. من زمان الموضوع ده، يعني الناس اللي حواليا بدأوا يتعودوا على الموضوع، بس انتوا فالتلات اسابيع دول انا ما كنتش عايزة انزل فيديو، ما حاولتش حتى اعمل فيه حاجة. ما اعرفش من 3 اسابيع لاسبوعين، اسبوعين تقريبا، عشان بلاش اوفر. يعني النهارده 9/8، فبيني وبينكو كنتش عايزة انزل حاجة، كنتش في المود. بس امبارح حسيت ان انا بدأت اطلع لما لقيت نفسي بتكلم كتير. حسيت ان انا ممكن كده بدأت اطلع، فقررت النهارده اكلم معاكم. وانا رايحه الجيم، انا لابسه لبس الجيم. ماشي يا جماعه، انا خسيت بقى، يعني مفيش سقفه، مفيش زغروطه، مفيش اي حاجه. انا خسيت 5 كيلو، انا بقيت 70. اوف انجاز. بس بيني وبينكم يا جماعه، موضوع الاكل ده عايزله قعده. الدبان فيه ايه بقى الصبح الساعه 10 الصبح؟ موضوع الاكل ده يا جماعه، على فكره انا حاسه ان انا بقيت في حته وحشه معاه، ان انا مبقتش احب الاكل. ما بقتش يعني زمان لما كنت باجي من الجيم كنت بعمل البيض بالخضار، بالمسقعة، بالفلافل، يعني قصدي اللي الاقيه بقى، بالفلافل، بالمعرفش ايه، واشكل وانوع. دلوقتي ما بقاش فارق معايا الطعم. بقيت اهم حاجة خلاص في بيض، مثلا في بسطرمة، خلاص في خضار، خلاص كده. يعني ما بقاش مهم بالنسبة لي الطعم على قد ما مهم الاكل ده فيه ايه، ويبقى بأقل كالوريز ممكنة، علشان انا بقيت بشبع بسرعة، وعشان معرفش مبقاش الاكل يستهواني بصراحة زي زمان. زعلانة ومبسوطة، مش زعلانة قوي بس زعلانة ان انا ما بقيتش اجيب بلبن، ما بقيتش احس ان انا عايزة بلبن. فاهمين قصدي؟ او عايزة اقولكوا على حاجة، عايزة اقول شكرا لكل حد كتب لي، وكلكم بجد بجد كنتوا معايا من اول يوم بدأنا فيه. فانا مقدرة وجود الناس اللي عارفاني. فهنقول باي باي لمحتوى الميري لمدة 3 شهور. يا ريت نقول باي باي للدبان كمان. فانا احب اشارك معاكم الاجازة اللذيذة دي. يا ريت انتوا كمان تشاركوني، تقولوا لي عملتوا ايه الاجازة دي، ادوني افكار. هستناكم تتكلموا معايا في الكومنتات وتحكوا لي عملتوا ايه، تحكوا لي حاسين بايه. ممكن نوصف نفسنا في نوصف مشاعرنا في 3 كلمات. انا الصراحة حاسة ان انا متلخبطة، وحاسة ان انا مشتتة، وحاسة ان انا دماغي هتفرقع بجد من كتر ما انا عندي افكار كتير قوي. بس هوريكم الضيفة. اوكي استنوا جاهزين. هعرفكم عليها بس ما تتعلقوش بيها عشان مش بتاعتنا. السمكة دي اسمها جنى، مش بتاعتي، بتاعت صاحبتي، وقاعدة عندي كام يوم ضيفة عندي، علشان سلمى صاحبتي مش موجودة هنا. ماشي. مؤنساني الصراحة.
كنت بفكر اجيب سمك، بس بجد يا جنى لا انتي اول واخر سمكة هربيها، انا اسفة. هعمل لكم تور في الجنة بتاعي.